السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بأتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه اللي هي اقتصاديه بالنسبه للناس اللي قهرهم هذا الغلاء ديال الاسعار ديال انواع الدقيق بدون جلوتين. فان شاء الله دائما غادي نبقى نحط لكم وصفات اقتصاديه بدون دقيق مصنع وبمقادير اللي اكيد خاصه دائما تكون متوفره عندكم لانها غادي تنفعكم بزاف. اليوم غادي نقدم لكم هذا البيني الرائع اللي كيجي رطب من الداخل، قطني ما تشبعوش منه، كيجي افضل بكثير من اللي كنخدموا بالدقيق المصنع. الا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقه التحضير بقاو معايا لنهايه الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. نحتاجوا للزبده، انا استعملت المارغرين سون غلوتين، واحد 30 غرام ديال الزبده، 90 غرام ديال الحليب ما يعادل واحد نصف كاس ديال العنبه، وعندي هنايا بيضه واحده ما يعادل واحد 30 غرام، عندي هنايا ملعقه صغيره غير ممتلئه من خميره الخبز، وعندي 30 غرام ديال السكر حبيبات. ايضا غنحتاجوا ملعقه صغيره من صمغ الزنتان او لا غوم دو زانتان. عندي هنايا 30 غرام ديال دقيق الشوفان، تقدروا تعوضوه بدقيق الارز. عندي 90 غرام ديال نشا الذره و30 غرام ديال نشا البطاطس، وعندي هنايا القليل من الملح. بالنسبه للمكونات الجافه فغادي نبدا بهم هما الاولين، غادي نوضعهم جميعا في اناء واحد. كما قلت لكم بالنسبه لدقيق الشوفان اللي ما عندوش يعوضوا بدقيق الارز. غادي نخلطوا المكونات الجافه ونضيفوا القليل من الملح لتعديل الذوق، ومن بعد غنضيفوا هذيك البياض ديال البيض، وسنضيف ايضا الحليب ما يعادل واحد نصف كأس ممتلئ، وعندي المارغرين واحد 30 غرام ما يعادل واحد الملعقه كبيره ديال الزبده ممتلئه. انا خدمت بهاد الباتور او هاد لي تيج اللي كيكونوا في الميكسور، تقدروا تخدموا العجين فقط باليد ديالكم، خدموه واحد 10 دقائق حتى كيطلق لينا هذاك بحال لاكول، يعني كنخرجوا منه بحال الشكل ديال الجلوتين وحنايا كنعجنوا. هنايا شديت العجين ديالي وعبرته في الميزان وقسمته الى 6 اجزاء باش يجيوني 6 وحدات متساويه الحجم. درت هنايا 6 الكويرات، ضروري ما ديروا يديكم فيها الزيت النباتي، دهنوها مزيان وبعد ذلك تشكلوا الكويرات ديالكم باش تحصلوا على سطح املس ديال العجين ديالكم، ما تحصلوش على سطح اللي كيتشقق. انا هنايا درت البابي كويسون تحت كل وحده كما كتلاحظوا باش في القلي ديالهم يعني ما يتخسرش ليا الحجم ديالهم. وهنايا كنحاول نبسطهم قليلا، والسمك ديالهم خصو يكون واحد سنتيمتر على الاقل. انا بالنسبه ليا بدلت الفكره وقلت نديرهم هكا دي بينيي اللي فيهم داك الثقب في الوسط، فعاود شكلتهم ودرت ثقب من الوسط بداك البوشادو يعني الراس ديالو هو اللي خدمت به، ومن بعد غطيتهم بلاستيك وخليتهم تخمروا ليا مزيان. تقريبا مده الاختمار كانت نصف ساعه لان الجو كان ساخن. كيكون هذا هو الشكل ديالهم بعد الاختمار. كنكونوا مسخنين الزيت على نار اللي هي متوسطه، مجرد كنحطوا البيني ديالنا فكنخفضوا النار باش ما يتخطفش لينا هكا في القلي، غير كيشد راسو من التحت كنقلبوه بهذا الشكل هذا، وكنستمروا في قلي لي بيني ديالنا حتى كنكملوهم. كما لاحظتوا انا عطيتكم القياس ديال 5 حتى ل 6 لي بيني. هكا الناس اللي ما كيبغيوش هكا يحضروا كميه اللي هي كبيره فقط يجربوا، واللي بغاو يضاعفوا فيضاعفوا المقادير بطبيعه الحال. بعد كنخليو لي بيني ديالنا كنسقطروهم من الزيت، من بعد كندوزوهم هكا في السكر سنيده، وكل واحد على حسب شنو كيرغب. كاين اللي كيبغي يديرهم هكا يحشيهم بلا كونفيتور، كيبقى لكم الاختيار. هنايا كما كتلاحظوا ساليت الكونتيتي ديالي كامله، كما كتلاحظوا كتجي ما شاء الله كيجي منفوخ وكيجي رطب قطني بزاف من الداخل. عرفتي وصفه اللي هي خطيره، اكيد غادي تعجبكم بزاف. الوصفه اللي خدمت عليها باش حصلت على هاد النتيجه الرائعه والمرضيه، وحاولت هكا نبارطاجيها معكم باش نتوما تفرحوا الوليدات ديالكم في هاد الصيف، حيت كنبغيو بحال هاد الوصفات اللي كتكون خفيفه الكوتي ونديهم اكيد معنا للبحر الوليدات ديالنا. كانت هذه نهايه الفيديو، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله غادي نبقى ننزل لكم وصفات اقتصاديه بدون دقيق مصنع باش نلبي الرغبات ديال جميع المتتبعين الاوفياء. لا تنسوا دائما ان صحتنا في حميتنا. الى اللقاء.